انا اكتشفت انك لو عايش في الامارات مش هتعرف تعيش ابدا من غير الابلكيشنز. تخيل انك حتى لو عايز تركب مترو لازم ابلكيشن. فانا هقول لك دلوقتي على اهم التطبيقات اللي هتنقذك. لو فوتت واحد منهم صدقني هتتعب جدا. اول ابلكيشن معانا UAE باص. ده بقى هنا في الامارات الباسبور الحقيقي بتاعك، تفتح بيه كل الخدمات الحكوميه، اقامه، فواتير، معاملات، يعني من الاخر من غيره كانك مش موجود في النظام. تاني ابلكيشن دبي ناو. لو انت في دبي لازم التطبيق ده يبقى عندك. عن طريقه تدفع مخالفات، تسدد فواتير، تجدد رخصه، كل حاجه من موبايلك، يعني يوفر عليك المشاوير والطوابير اللي اصلا مش موجوده هنا. ثالث ابلكيشن RTE دبي. ده بقى للمترو، للباص، الترام، وكارت النول، كله بيبقى في ايدك عن طريق الابلكيشن ده. من غيره ممكن تلاقي نفسك في اخر الشارقه وانت اصلا رايح المول اللي جنب البيت. رابع ابلكيشن كريم واوبر، للمشاوير السريعه اللي تنقذك لما الباص يفوتك. بس خليك فاكر انت مش راكب مع GPS، راكب مع سواق حافظ دبي اكتر منك. خامس ابلكيشن طلبات ديليفر ونون فود وكيتا، ودول اهم ابلكيشنز في حياه اي مغترب، خصوصا اللي لسه جاي جديد. ومع العلم كيتا عامله خصومات 50%، يعني هتاكل وتشبع وتوفر نص فلوسك. سادس ابلكيشنز ايفنت برايت وبلاتينيوم ليست. عايز تحجز حفله او ايفنت، هنا الحل. بس المشكله انك ممكن تحجز التذكره وما يبقاش معاك فلوس اصلا تركب عشان توصل. سابع ابلكيشن دوبيزل. بتدور على شقه، عربيه، غساله، كله موجود على الابلكيشن ده، بس خد بالك اللي في الصوره مش دايما زي اللي في الواقع. تامن ابلكيشن بيوت وبروبرتي فايندر. لو عايز تدور على سكن بجد وبشكل مرتب، التطبيقات دي تنفعك جدا، خصوصا وانت بتنقل من مكان لمكان. الثمان ابلكيشنز اللي قلت لك عليهم في الفيديو دول اهم التطبيقات اللي هتسهل حياتك في الامارات، من غيرها هتتعب جدا. ولو في تطبيق مهم انا نسيت اقوله اكتبه لي في التعليقات عشان اعمل جزء تاني.